لو عندك لفة جلاش بقالها 200 سنة في الفريزر عندك ومتهربدة وبتفكري انك ترميها، هاتيها وتعالي نعمل بيها احلى صينية جلاش بجد جميلة قوي هتعجبك. طبعا النتيجة زي ما انت شايفة كده والطعم في حتة تانية خالص. بس نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. لفة الجلاش دي والله انا ما فاكرة عندي من امتى، انا لقيتها عندي بالصدفة كده في الفريزر، كانت متهربدة ومتقطعة ومهرية زي ما انت شايفينها كده. هتجيبيه هتقطعيه لجزئين اتنين، حاولي يكون الجزئين متساويين. هاخد اول جزء معايا واقطعه شرايح على قد ما اقدر تكون رفيعه بالشكل ده كده، وافككها بقى من بعضها زي ما انت شايفه كده. وزي ما عملت في الجزء ده هاخد الجزء التاني وهعمله بنفس الطريقه، هقطعه برضو شرايح رفيعه بالشكل ده كده، وبعد ما اخلص هفككها وهخلي الجزئين كده بعاد عن بعض. هجيب الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه من السمنه او الزبده، وهنزل بجزء من لفه الجلاش اللي احنا قطعناها. ولفه الجلاش بتاعتي دي كان وزنها تقريبا 700 جرام او 750 جرام. نزلت كده بنصها في الاول في ارضيه الصينيه، والحشوه هنا بقى ترجع لك، عاوزاها لحمه عاوزاها فراخ زي ما انت عايزه. انا عن نفسي كان عندي شويه بواقي كده في التلاجة، جبتها كام شريحه زيتون على كام شريحه لانشون، كمان جبنه موتزاريلا اي نوع جبنه عندك بتفضليها، نص قرن فلفل احمر او اخضر كده لقيته دبلان وهيترمي برضو جبته وقطعته. الحشوه زي ما قلت لك ترجع لك اي نوع جبنه بتحبيها، لحمه فراخ اللي انت عاوزاه. انا كنت عاملاه النهارده بالجبنه، الولاد عندي بتحب الجلاش بالجبنه قوي. بعد ما نزلت بالحشوه هجيب بقى باقي كميه الجلاش اللي عندي اللي هو الجزء التاني، وهسويه برضو على الوش بالشكل ده كده، وهغطي كل الحشوه بتاعتي. هركن بقى الصينيه بتاعتي دي على جنب، وتعالوا بقى نعمل التشريبه اللي هنسقي بيها صينيه الجلاش بتاعتنا. زي ما قلت لك وزن لفة الجلاش بتاعتي كانت حوالي 750 جرام. استخدمت لهم كوباية ونص من الحليب وربع كوباية من الزبدة الدايبة، ممكن تستبدليها بسمنة، وكمان علبة زبادي من الصغيرة، ومعلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، وممكن لو حابة تضيفي بيض براحتك. قلبت الكلام الحلو ده كده كله مع بعضه، ونزلت بيه على صينية الجلاش بتاعتي، ووزعت التشريب على الجلاش كله بالشكل ده كده. تمام. على الوش بقى رشه من الجبنه، ممكن تستغنى عن الخطوه دي، وكمان كده ايه بواقي فلفل احمر على اخضر، وكمان شرايح الزيتون، يعني اللي اتبقى من الحشوه انا ضفته على الوش بالشكل ده كده. متهيألي مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. اسرع صينيه جلاش ممكن تعمليها بلفه جلاش ممكن تكوني فقدت الامل فيها كمان. الفرن بتاعنا سخن درجه حراره متوسطه على الرف اللي في النص، هتقعد معاكي تقريبا 15 دقيقه. طلع معاكي بالشكل ده كده. الريحه تحفه، الشكل انت اللي هتحكمي عليه، الطعم جميل قوي بجد. صينيه الجلاش دي جميله قوي. ومش شرط تكون لفه الجلاش بتاعتك تكون متهربده ولا حاجه، ممكن تجيبي لفه جلاش سليمه وتشتغلي بيها برضه مفيش اي مشكله. مستنياكم بقى تجربوها وتكتبوا رايكم في الكومنتات. وقبل اي حاجه طبعا ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. ولايك وشير وكومنت جميل زيكم كده عشان الفيديوهات بتاعتي توصل لناس كتير والكل يستفيد. واسيبكم دايما في رعايه الله. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم.